صراخ بصوت مرتفع، أصوات تحطيم الزجاج، وطفلة لم تكمل الثالثة تحتمي في أحضان أخيها والذي كان في الثامنة من عمره. الأم تصرخ تارة والأب يصرخ تارة أخرى، كلاهما لا يهتم بهؤلاء الأطفال الخائفين. انا زهقت من ام العيشه دي. انت واحد بخيل ومش مسؤول عن بيتك ولا عني انا وعيالك. انت اللي بتدلعي وكل شوية عايزة طلبات. انت عايزة كل يوم فراخ ولحمة ومانيكير وبديكير وشعري ومش شعري. ما تنسيش انا كنت جايبك ايه وخليتك ايه. انت كنت واحدة بيئة ومحدش بيبص ليها حتى. طلقني، بقولك طلقني حالا، انت سامع؟ انت طالق واطلعي برا بيتي، هتوصلك ورقة طلاقك على بيت اهلك. بابا طب. اسكت اسكت وما اسمعش صوتك، انت سامع؟ وهكذا مرت الأيام بين محاكم وأوراق يجب تنفيذها، واستقر الوضع على أن الفتاة مع والدها والفتى مع والده. وهكذا مر عام وعامين وثلاثة، إلى أن أصبح عمر آدم 24 عاما وأروى 19 عاما. أشرقت الشمس معلنة يوما جديدا بتاريخ جديد على مدينة الإسكندرية. استيقظت أروى على صوت المنبه الخاص بهاتفها القديم. أغلقت عينيها عدة مرات للاعتياد على الضوء في الغرفة، ثم اعتدلت في جلستها، غسلت وجهها ثم توضأت لتصلي فرضها. دعت ربها كثيرا أن يفرج كربها ويوفقها في حياتها وفي دراستها. قرأت وردها من القرآن الكريم، ثم ارتدت ملابسها البسيطة. ارتدت بعد ذلك حجابها وتوجهت للخارج. صباح الخير، انت لسه صاحيه؟ معلش لو زعلت حضرتك والله، بس الدكتور أخر ميعاد المحاضرة. يعني هي فرقت ايه؟ وانت داخله كليه مش هتنفعك في حاجه. معرفش من امتى والبنات بتكمل دراستها. قال ايه؟ كليه هندسه. تشتغلي منها ايه دي يا اختي؟ أنا بقى مش زي البنات وهكمل دراستي للآخر، حتى لو مش هشتغل، دي حاجة ما تخصكيش. انت هنا مرات أبويا وبس، غير كده انت في حياتي ولا حاجة. لما تتكلمي مع مرات باباكي اتكلمي عدل، انت سامعة؟ حاضر يا بابا. غادرت أروى المنزل دون أن تنطق بكلمة إضافية. توجهت إلى جامعتها وقلبها محطم. صحيح هي لا تذكر من الماضي إلا لحظات، لا تذكر والدتها ولا تذكر كيف كانت معاملتها لها. وصلت إلى جامعتها وتوجهت إلى المدرج. بدأت المحاضرة وانتهت بعد مرور ساعتين من بدايتها. خرجت من المدرج بهدوء، ثم توجهت إلى إحدى الحدائق بجانب الجامعة لتستنشق بعض الهواء. جلست على أحد المقاعد في هدوء، شردت قليلا في حالها. امتلأت عيناها بالدموع كلما تذكرت أن والدها دائما في صف تلك التي لا يناسبها حتى لقب شيطانة، فالشيطان بجانبها لا شيء. إنها تستغل والدها وحسب، هي حتى لا تحبه، ولكنه معمي عن حقيقتها ولا يحب ابنتها التي هي من لحمه ودمه. نزلت دموعها على خدها بألم، شعرت بيد صغيرة تمسح دموعها برفق. أفاقت من شرودها لتجد طفلا في الخامسة تقريبا يمسح لها دموعها. ابتسمت له بحنان وأخذته ليجلس على قدمها قائلة: اسمك إيه يا جميل أنت؟ اسمي أسد. اسد؟ اسد، انت فين؟ يا مدام. الحمد لله. هو انا قلت كام مره ما تمشيش من جنبي؟ اقول لبابا يعني؟ لا لا، خلاص والله آخر مرة، هيقعد يزغزغني. اسفه لو كان ازعاج، بس هو شقي حبتين. لا لا، ولا إزعاج ولا حاجة، ده كيوت خالص ما شاء الله، ربنا يخليهولك. ربنا يهديه يا رب. يلا يا اسد عشان نمشي. يو بقى مش عايز. اسد. خلاص خلاص، يلا سلام يا طنط. سلام يا جميل انت. ذهب أسد مع والدته وشردت أروى في أثرهم حتى اختفوا. نظرت في ساعتها، إنها 2 ظهرا. أمسكت بحقيبتها وتوجهت عائدة للمنزل. وعلى الجانب الآخر كانت تجلس نادمة حزينة، ولكن بما يفيد الندم الآن. لقد خسرت ابنتها وخسرت حب وثقة ابنها. تحاول أن تعتذر منه لكنه لا يقبل الاعتذار. طرق طرق طرق. توجهت لفتح الباب ليدخل ذلك الصغير قائلا: تيتا. روح تيتا وقلب تيتا. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ازيك يا بنتي، امال فين؟ قاطع كلامها دخوله دون أن ينطق بحرف واحد. تجاهل والدته تماما، ثم قال لزوجته ببرود:
اعملي حسابك، احنا مش هنباتنا النهاردة. صعد الدرج متوجها لغرفته بالأعلى دون النطق بحرف زائد. تنهدت أمل بحزن على علاقتها بابنها. هي نادمة الآن، ولكن الندم لا يفيدها. معلش يا ماما، اكيد هيتغير، انت مامته وهو اكيد بيحبك. لا مش بيحبني يا اسيل، انا ما عملتش اي حاجه تقدر انها تخليه حتى يشوفني امي ليه. بعد ما بعدته عن اخته وعن باباه، وبعد كل اللي عملته ده، عمري ما حسيت اني امي ليه. عملته لحد ما كبرت، ولما كبرت احساسي بالندم كبر معايا، وكل ما اكبر الاحساس ده هيكبر جوايا. تزعليش يا تيتا، أنا هخليه يحبك. ابتسمت أمل على حفيدها الصغير الشقي، فهو ووالدته هما كل ما يربطها بابنها، هما كل عائلتها. لا لا يا اسود، ما ينفعش اقول كلام الكبار لحد، تمام؟ طيب ماشي، مش هعمل كده تاني. وانت كنت عملت اولاني يعني؟ أيوة صح، أنا كنت لسه هعمل. وبعد كده تيتا قالت لي ما اقولش لحد على كلام الكبار. وانت بقى منك بتسمع الكلام يعني، ما قلتش حاجه. اوعى يا بابي تقول لهم. ما تخافش، مش هقول لحد. بابا، هو انت ليه زعلان من تيتا؟ اسد، كم مره قلت لك مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اسف. ما تزعلش يا اسد، بس ما تسالنيش السؤال ده تاني، اتفقنا؟ طيب ماشي، مش هعمل كده تاني. قولي بقى، عملت ايه في الجنينه؟ لعبت كتير قوي، وبعد كده لقيت طنط بتعيط كتير، ورحت قعدت معاها شوية قد كده. وانت بتروح لاي حد قاعد كده؟ افرض كان حرامي وخطفك يعني. لا لا، دي كانت طيبة خالص، وكانت جميلة وهادية وزعلانة جدا بس ايه، هتحكي لي قصه حياتها؟ انا متجوز على فكره. بجد؟ يا خسارة. ولا اطلع بره يالا، لحسن بص ايه هزغزغك. لا لا، خلاص خلاص هطلع. عادت هي إلى المنزل، وأخذت نفسا عميقا قبل الدخول، لأنها تعلم ما ستسمعه جيدا. قامت بفتح الباب، وما إن همت بالدخول حتى بدأت تلك الشيطانة بالكلام قائلة بشماتة: اهلا وسهلا، كويس انك فاكره ان ليكي بيت يا انسه. ايه، من 11:30 الصبح ل3 العصر بره ليه؟ متأسفة لإزعاج حضرتك، المرة الجاية هبقى أقول للدكتور شد حيلك يا دكتور، لحسن سناء هانم مش عايزة نتأخر. وانت عايزه تفهميني ان بقالك 3 ساعات ونص في المحاضره؟ خلصت ورحت قعدت في الجنينة أشم شوية هوا. في اعتراض ولا حاجة؟ تشمي هوا؟ ده احنا ما كناش بنات. عيال قلة الادب صحيح، ما تمك ما ربتكيش ولا هتعرف تربيكي. تجاهلت أروى كلامها وتوجهت إلى غرفتها وأغلقت الباب. والله لوريكي، اما ابوكي ما ضربك مبقاش انا سناء. أسندت ظهرها على الباب بألم وحزن، وقلبها يتمزق من الداخل كلما تذكر تلك الأفعى، أن أمها لم تربيها، أو أن أمها قد تخلت عنها لأنها كرهتها. توجهت إلى الداخل بدلت ملابسها وقررت أن ترتاح قليلا، فهي متعبة ورأسها يؤلمها. يلا عشان هنمشي. لا يا بابا، عايزة بيت مع تيتا. لا يا اسد، ما ينفعش تبات هنا لوحدك، يلا عشان نروح وهجيبك بكره مع ماما. يوه ماشي. دقائق وكانت أسيل وأسد عند الباب يودعان أمل، بينما هو خرج لينتظر في السيارة بالخارج. مع السلامة يا تيتا. سلام يا اسود. سلام بقى يا ماما، عشان ما نتاخرش عليه بره. اشوفك بكره ان شاء الله. أغلقت الباب بعد ذهابهم وتنهدت بحزن. دعت ربها أن يسامحها وأن تعود لها عائلتها الصغيرة مجددا. اعمل حسابك، احنا هنرجع القاهره بعد بكره. طب ومامتك يا ادم هتقعد لوحدها هنا؟ دي مش امي، والسبب الوحيد اللي بيخليني ازورها عشان لما اقابل ربنا ما اخدش ذنبها، انما ندمها واسفها ده لنفسها، لانه مش هيغير اي حاجه. تنهدت أسيل بحزن على حال زوجها وعلاقته بوالدته. هو عنيد، حاولت أن تقنعه مرارا وتكرارا بدون جدوى. نفذ الآن. علم وينفذ. أقسم أنه إن حدث خطأ هذه المرة سيؤدي لهلاكك. حسنا سيدي. خرج ذلك الرجل لتنفيذ ما أمر به،
وابتسم الآخر بخبث شديد قائلا: سوف تموت، أعدك بذلك، لكن لن يكون موتك سهلا. كانت جالسة على مكتبها في غرفتها تدرس بهدوء تام، كان كل تركيزها أن تنهي دراستها وحسب. قاطع هدوءها هذا صوت صراخ والدها ودخوله غرفتها، والغضب يملأ عينيه قائلا: انت عيلة قليلة الأدب ومحتاجة تربية، وانا بقى هوريك التربية اللي انت مشوفتيهاش طول حياتك. انهار عليها بالضرب وشتمها بأسوأ الألفاظ وهي فقط تبكي في صمت تام. أنهى آخر كلماته قائلا: أقسم بالله لو سمعت عنك كلمة كمان ما هتكوني بنتي ولا أعرفك، سامعة؟ ابتسمت باستهزاء على كلامه، خصوصا: لن تكوني ابنتي. حقا؟ أتعاملني هكذا وأنت تعتبرني ابنة لك؟ ماذا لو لم أكن ابنتك إذن؟ هم بالخروج، وما إن اقترب من الباب حتى قالت هي بصوت مبحوح: بكرهك بكرهك، انت عمرك ما كنت حتى بمثابة أب، ولا الحرباية اللي المفروض انها تكون زي ماما دي. انا بكرهكم كلكم، حتى امي اللي بعتني ليك بسهولة، والله اعلم اصلا لو كانت فاكرة ان ليها بنت ساعتها وهي عندها 3 سنين. وهي تفتكر ليه اصلا؟ هو ابويا كان فاكرني؟ مش فاكرني غير في وقت الضرب والإهانة. انت بجد شايف انك اب؟ ما هو لو مفهوم الاب بالنسبة لك كده، يبقى احب اقول لحضرتك انك عايش في وهم من خيالك يا بابا. تتوقعون أن قلب الأب قد رق على ابنته، قد رق من كلامها، أحس بذنبه، ولكن هيهات، لم تتحرك مشاعره ولو بمقدار ذرة، بل ضربها وأهانها مجددا، بل وهذه المرة بقوة وغضب أكبر مما سبق. لمي حاجاتك من هنا واطلعي برا، اطلعي برا بيتي يا حيوانة، وشوفي بقى هتعيشي فين، ووريني هتروحي الجامعة ازاي، وفي أقل من ساعة تكوني برا بيتي، سامعة؟ هزت رأسها بالقبول، فلا حل آخر أمامها. خرج هو من الغرفة وانفجرت هي في البكاء، وفي نفسها تقول: يا إلهي ساعدني، ساعدني يا الله. قامت بجمع أغراضها في حقيبة، وأخذت بعض المال الذي كانت تجمعه منذ فترة للاحتياط، ولكنها لم تخبر أحدا. كان مبلغا بسيطا يكفيها بضعة أيام وحسب، ولكنه أفضل من لا شيء. أخذت سلسلتها التي كانت ترتديها منذ الصغر، لا تعرف من أهداها لها، ولكنها كانت تحبها وبشدة. خرجت من المنزل دون النطق بحرف واحد. كان الوقت متأخرا للغاية، لقد كانت الساعة 2 بعد منتصف الليل. كان الجو قارص البرودة، وكانت ملابسها خفيفة للغاية. مشت في الشوارع ليلا، لا سيارة واحدة ولا أحد، وكانها آخر من تبقى على وجه الكرة الأرضية. ذهبت إلى الحديقة وجلست على مقعد وأغمضت عينيها، متمنية أن يكون حلما وحسب. كان يجلس في مكتبه يتذكر ما حدث في الماضي. لقد حاول البحث عن أخته كثيرا، لكن دون جدوى. ولكن هل يعقل أنها تتذكره؟ لا يهم، هو يريد أن تكون بقربه فقط، ولا يريد شيئا آخر. قاطع شروده دخول أحد الممرضات للمكتب الخاص به، قائلة بمياعة: صباح الخير يا دكتور. في باب بيتخبط عليه، لو سمعتي عنه. أنا أسفة يا دكتور، معلش. خير على الصبح. لا، أنا بس كنت جاية أصبح على حضرتك. تمام، شكرا، اتفضلي برا. حاضر، خارجة. يا آنسة، حضرتك كويسة يا آنسة؟ انت ليه نايمة هنا؟ أصل أنا... لا، ده شكل الموضوع كبير. أنا حاسة إنك مش غريبة عليا. انت أروى اللي معايا في الجامعة، صح؟ أنا. ازيك يا أروى؟ أنا أسماء. الحمد لله، وانتي ازيك؟ الحمد لله كويسة. ايه رأيك نروح الجامعة سوا النهاردة؟ للأسف أنا مش هقدر أروح النهاردة. ليه؟ انت عمرك ما فوتي محاضرة يا أروى. الموضوع كبير وطويل. تقدري تحكيلي لسه شوية عن محاضرة؟ كانت أروى تحتاج إلى أن تتحدث مع شخص ما. هي تعلم أن هذا خطر، وأنها لا تعلم عن شخصية أسماء كثيرا، ولكنها ارتاحت أثناء الحديث معها.
قصت لها أروى كل ما حدث لها، أخبرتها عن والدها وزوجته تلك، عن والدتها التي لم تفكر حتى في السؤال عنها. حزنت أسماء على حال تلك المسكينة. لو تعلم كيف يظنها فتيات الجامعة جميعهم، يظنون أنها غنية ومرفهة وسعيدة، ولكنها عكس ذلك تماما. طيب بصي، احنا عندنا شقة فاضية في العمارة، هي صغيرة شوية بس ممكن تقعدي فيها الفترة دي. طيب هي إيجارها كام؟ يا ستي مش مهم دلوقتي إيجارها كام، لما تلاقي شغل نشوف الموضوع ده. أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي. انتي زي أختي من النهاردة. ابتسمت أروى وقامت باحتضان أسماء بفرحة، تشعر أن أسماء هي عوض ربها لها بعد هذا العناء. اتفقت أروى مع أسماء على مقابلتها في الحديقة في تمام الساعة 12 ظهرا. توجهت أسماء للجامعة، وتوجهت أروى للبحث عن عمل في إحدى المتاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أقدر أساعدك؟ كنت بس عايزة أعرف لو أقدر أشتغل هنا للأسف مفيش مكان للشغل هنا. طيب تعرفي أي مكان محتاج حد، لأن أنا محتاجة شغل جدا؟ لا برضو معرفش، وتفضلي اطلعي برا. بعد إذنك تقدري تكلميني باحترام أكتر من كده، تمام؟ خرجت أروى من المتجر وبحثت هنا وهناك في مقهى ومطعم ومتجر ومشفى وشركة، وكان رد الجميع هو لا يوجد عمل هنا. قررت أروى العودة إلى الحديقة حتى لا تتأخر على أسماء، وهكذا سارت حتى اقتربت منها، ثم سمعت صوتا قائلا بصراخ: أروى خلي بالك. كان ذلك الصغير يشاهد التلفاز على برامج الأطفال المفضلة له، بينما جدته ووالدته يتحدثان، لتشعر هي فجأة أن قلبها يؤلمها. يا إلهي ماذا يحدث؟ أشعر أن أحد أبنائي ليس بخير. استر يا رب استر. في ايه يا ماما، مالك؟ حاسة بتعب؟ حد منهم مش كويس، أنا قلبي حاسس حد من عيالي مش كويس. إن شاء الله لا يا ماما. طب استني أنا هتصل على آدم أشوفه. طيب. اتصلت أسيل على آدم، وبعد لحظات كان صوت آدم يعلو من الهاتف قائلا: ألو. أيوة يا أسيل. آدم أنت كويس؟ كويس الحمد لله. ليه، حصل حاجة؟ لا بنطمن عليك بس. طيب عاوز حاجة وأنا جاي أجيبها؟ لا شكرا يا آدم، روح شوف شغلك في رعاية الله. طيب سلام. انتهت المكالمة، وأغلقت أسيل الخط قائلة: اهدي بس يا ماما، وهي إن شاء الله كويسة. لا بنتي مش كويسة، أنا حاسة بيها. يا رب احفظها يا رب، يا رب احميها يا رب، يا رب طمن قلبي عليها يا رب. على الجهة الأخرى كان آدم متعجبا من تلك المكالمة، يشعر أن زوجته تخفي عليه أمرا ما. تجاهل الأمر وعاد إلى عمله، راجع بعض الأوراق المطلوبة، واطمأن على بعض المرضى وأعطاهم العلاج الخاص بهم، وقام بختم بعض الأوراق المهمة. ده ميعاد التنفيذ، نفذ حالا. تمام يا فندم. على جانب آخر كان إيهاب يجلس مع تلك الحية، ولم يفكر حتى في كيف حال ابنته الآن. اديني مشيتها وهنقعد هنا لوحدنا. قد ايه البيت من غيرها احلى بكتير. انا اصلا بكرهها هي وامها واخوها، بس انا اضطريت ان اخدها. بس اديها مشيت خلاص، وحققت اللي كان نفسي فيه من 16 سنة. استأذن منك انا بقى يا سناء عشان انزل الشغل. سلام يا إيهاب. اوف يا ساتر، ده هي تاخدك يا شيخ. اصبر بس انت، اما اخدت منك كل فلوسك. كان جالسا في مكتبه شاردا في ماضيه الذي لن ينساه. قاطع شروده صوت رنين هاتفه من رقم مجهول. قام بالرد على الهاتف قائلا ببرود: الو، مين معايا؟ انت بتقول ايه؟ قام بفتح الرسالة وقرأ المكتوب بها. اشتعل غضبا وقام برمي الهاتف أرضا حتى تحول إلى حطام. قام بخلع معطفه الطبي وأخذ مفتاح سيارته، وعيناه تشتعل شرا دليلا على عودة شخصية الوحش.